خش يا عروسه برجلك اليمين، عيش الزوجيه. البت دي ترجعها مطرح ما جبتها وترميها وتتجوز روعه. استاذ ايه ده؟ ايه يا اما اللي انت بتقولي ده؟ اتجوز مين؟ ده النهارده دخلتي. ما انا عارفه يا اخويا ان النهارده دخلتك، اللي اقوله يتنفذ. البت دي رجعها مطرح ما جبتها وترميها وتتجوز روعه. كلامي مسموع؟ طب خش انت يا عروسه، وانت ياما هنتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. يا واد يا واد اسمع كلام امك، ده انا منقيه لك واحده على الفرازه. تنقيت امك وانت عارف بقى. يلا مشي البيت. طب ياما الكلام ده مش وقته، نعدي اليوم ده وبعد كده ايه نقول اللي احنا عايزين نقوله. لا يا حبيبي احنا لسه براها. البت دي ترجع دلوقتي واحنا بره كده، وان كان على قايمتها تتقطع ونكتب قايمه جديده للقمر دي. استنى اهدي بقى، انا واقف بتكلم اهو. طب وانت يا عروسه موافقه على الكلام اللي بتقول عليه امه ده؟ بصراحة أنا شايفة إن طنط عندها حق في كل حرف تقول، وعمرها ما تقول أي حاجة غلط أبدا. وبعدين يعني سوري، هي منقية لك الأحلى واللي تعلمها أحسن والشطورة في بيتها، وكل حاجة هي ممتازة فيها، وكمان كيوت مش بترد كلمة بكلمتها. ياي شكلها بيئة قوي يا مندو. قوي مندو انا مش قابل اتهز اكتر من كده. بعد اذنك رجعني مكاني. استني اهدي. عايزه تنزل بالفستان الناس تقول ايه؟ هربت من بيت جوزها. اما اغزي الشيطان وعدي الليله دي، علشان كل الهبد اللي انت قلتيه دلوقتي انا مش هسمع كلامك فيه. فعدي ياما اليوم، وانت يا بنت الحلال اتوكلي على الله عشان ما تكونش واحده مرميه، وانا مش هتجوزك اصلا. وأنا أصلا بعد الكلام اللي أنت قلته ده مش موافقة بيك. عن إذنك يا طنط. استني يا حبيبه قلبي. ولا بعد إذنك ولا استني، عن إذنك أنت وابنك. استني يا عروسة. كده يا مندو بتزعلها؟ طب يبقى شوف بقى امك هتعمل ايه. وانت يا بنت يا مقصوفه الرقبه، انت وقعدي هنا مش هتقعدي، انت فاهمه؟ ما هو ما يتجوزكش غصب عني وتدخلي وقعتي تطير. ياما حرام عليك، بلاش كسر خواطر لحد دلوقتي. البت غلبانه وما عملتلكيش حاجه. كسر خواطر؟ طب ما هي كسرت بخاطري وكسرت قلبي لما خدتك غصب عني. لا ياما هو في ام في الدنيا تعمل اللي انت عملتيه دلوقتي؟ وبعدين ايه خدته غصب عنك دي؟ هو واحد وبيحبني. انت مالك انت يا بنت؟ ما ترديش عليا، انت ازاي تتكلمي؟ ياما بتتكلم في حقها. جوزي اصلا، ده جوزي. انت جوزك؟ بتتكلمي كده ليه؟ انت مالك؟ ده ابني، انت ما بتتكلميش خالص. كان ابنك ودلوقتي بقى جوزي. شوف بيجي ازاي وبتطول لسانها على امك وبتقول على امك كلمه بكلمه. بعد اذنك يا مندو، لا انا مش بجحة، انا بتكلم في حق. ياما هي بتتكلم في حقها. ياما هي قالت ايه يعني غلط؟ وجع في حقك. ما كانتش واحده بترد على حماتها خالص تتكسر رقبتها. خلاص ماشي ياما، حاضر اللي انت عايزاه. اقعدي. تطلقها. ياما طلع ايه ياما؟ انت بتقولي ايه؟ مانيش عاوزاها. طب اقعدي ياما اقعدي. لا مش قاعده، رغم ان رجلي تعباني، بس هقف لغايه ما تطلق بنتي دي. خش جوه. بعد ما ردت عليا خشي. انا مش عاوزاها. انا اكيد هخش. خش عليك القضا المستعد، خدك وارتاح. ايه ياما دي؟ طب ليه ياما كده؟ ليه بتدعي عليها؟ حرام عليك ياما. امال ترد على امك يالا وسايبها؟ يخصى على الرجاله. طب تقبلي ياما، تقبلي ان بنتك في ليله دخلتها يحصل معاها اللي انت عملتيه دلوقتي؟ ترضي؟ هو يحصل معاها كده ليه؟ هتكون متجوزاها عن حب وكل راضي، مش تتجوزه غصب عن امه. ما انا ما اخليش بنت تتجوز واحد غصب عن امه. حاضر ياما هطلقها. حاضر. طلقها تروح في 60 داهيه الوقت. حاضر ياما حاضر. سلام. انت بتاخدني على قد عالي ولا ايه يا ماما؟ خش يا عروسه. هتولع. انت اللي معادك هنا ياما. ابنك دخلته النهارده. اتفضل انت بقى. دي قال لي مدخلها اوضه نوم. مش عارف والله. اما ايه ياما؟ ايه؟ الو. بيت ابني وانا حره فيه. ايوه بيت ابنك. انا مش اوضه هنام ابنك. هنا. ايه؟ هنام هنا. بالله عليك ياما، هي اوضه واحده بس اللي في البيت. انت طول عمرك كنت بتنامي بره على الركنه، حبكت دلوقتي في ليله دخلتي. تعبت من الركنه، انا بقى هنام هنا. هتنام هنا. مندو. هي ليله شمال انا عارف. اما ابوس ايدك ياما، ابوس ايدك. عدي اليوم ده. مش معديه.
طيب اروح. يا هتروحي ايه؟ استنى. شكلك مش محتاجني. ايوه انا مش محتاج. مش محتاجك ولا عاوزك. يما ده انا ما صدقت يتقفل علينا باب واحده انا ومراتي. ايه يما اللي بتعملي ده؟ اما بالله عليكي انا فضلت 7 سنين مستني اليوم ده. ايه اللي اما مش قايمة. اما بالله عليكي والله العظيم ما ناقصه انا شايفين دماغ دلوقتي ولا ناقصه اي مشاكل. مش قلت لك انا بقى هوريكي وانا مش قايمه من هنا، مزاجي بقى انام النهارده على السرير ده. وهتوريني ليه؟ عادي يا حبيبتي، اخدوا شقتي وخليكي انت قاعده فيها لوحدك. تاخدي مين يا بنت؟ مش تاخدي هينفع. غصب عنك، استنى، تتجنني في استنى عقلك. انت ياما بقى اتكلم ليه؟ استنى مش انت ياما. مخلفه راجل ياما يروح في بيت ست. اهو ده الناقص. استنى ياما. ايه يعني انت عايزين انزل دلوقتي اروح عندكم البيت الناس تقول ايه عليا؟ والله ود امك بتعملوا ايه ده؟ انت بتتكلم، انت يا ابني واعي اصلا اللي انت بتقوله؟ انت شايف المنظر في ليله دخلتي وامك قاعده على السرير؟ ياما انت كده بوظت الدنيا عليا. البنت بترد عليا الند بند، كلمه بكلمه. ياما ياما هي متربيه احسن تربيه. دي ما شافتش بربع جنيه تربيه. يلا غوروا من قدامي. تعالى بقى تعالى. اه اطلعي يلا اطلعي. انا هوريكي يا مرموش طويله هو وكل يمشي حاجه ماشي. عيره. حاطه لي ضوافر وحاطه لي. كده يرضيكي يا حماتي تخليني قاعده 4 ساعات بالفستان؟ بقول لك ايه بت، بلا وجع دماغ. المطبخ جوه بقى يضرب يقلب ومواعين وكده. لا الفستان ده وادخلي شطبي المواعين والمطبخ. مطبخ ايه؟ النهارده دخلتي. دخلت ايه يا بت وبتاع؟ انت صدقتي نفسك يا بت. قومي يلا لا الفستان ده وادخلي اغسلي المواعين. طيب بص بقى يا حماتي، طالما انت عايزاها كده جدل بينا ماشي، مفيش مواعين ومفيش مطبخ ومش هدخل. مفيش جواز. مش عايزاه. في داهيه. امشي انا غوري هفضل في بس 60 قاعده لك داهية. كده شويه لما جوزي يجي واشوف هيتصرف ازاي، لكن تحكماتك دي الصراحه ملهاش اي اساس. كلامي هو اللي هيتنفذ. انت فاهمه يا بت؟ كلامك انا يتنفذ. ابني اتجوزك غصب عني، انا مش طايقاكي اصلا. انت قليله الادب ولسانك طويل وكمان بترد عليا الكلمه بكلمتها. ما انت لو متربيه ما كنتش رديتي عليا. حماتي انا أم لحد دلوقتي تشقلبك. ساكته، لكن بقول لك ايه، ما انت تفكريش ان انا ماليش ظهر. ده أنا ليا ناس عتاوله يجوا يهدوا البيت ده، انما قله ادب. قله ادب مين؟ انت بتقولي لي قله ادب؟ انت اتجننتي في عقلك؟ انت ترد بتضربيني؟ عليا؟ ده انا كسر دماغي. طب انا هوريكي وهشوف هعمل فيك ايه. وريني اعلى مفخلك اركبيه. اتاخرت ليه يا روعه؟ خير يا طنط؟ بقالي ساعة بستناكي. أنا بقالي 6 ساعات ماسكة الواد والبيت سلخاهم وخلتهمش دخلوا على بعض. أنا مش ههدى إلا لما يتطلقوا وهجوزه ليكي والمأذون زمانه جاي. تمام. طب اسمعي بقى يا طنط، يا حبيبتي انا الاول كنت معاكي. طلباتك كلها من عينيا. انا الاول كنت معاكي، بس في الاخر فكرت وحطيت نفسي مكان البنت دي. عروسه جميله ومحترمه. جميلة لنفسها؟ لا مش محترمة، ده لسانها طويل. لا محترمه، يكفي ان هي سمعت اللي انت عملتيه كله وما نطقتش في وشك بحرف. مين قال لك ان هي اسمعيني ما بس يا نطقتش؟ طنط. انت ما كنتيش معايا، ده ردت عليا. اسمعيني يا طنط، حتى لو ردت عليكي هي حقها. لا مش لأن هي- حقها. لا هي مش حته جماد، ومش انت ربنا يعني استغفر الله العظيم اللي هتتحكمي فيها وتقولي لها ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. بصي يا طنط، انا هقول لك كلمه واحده بس. البني ادمه دي رتبت حياتها كلها على البني ادم ده، وهو نفس الكلام رتب حياته عليها. فما ينفعش نهائي ان انت تيجي تبوظي كل ده عشان انت مش حباها. اهم حاجه ان هو حبيبها، هما اللي هيكملوا مع بعض مش يعني حضرتك. ايه؟ يعني ايه يا روعة مش هتتجوزي منده؟ لا، انا كان نفسي تبقى واحده بعقلك، لكن ما هي زيك خالص. وهي ست البنات. ربنا يسعدك يا عروسه. ولا قوه الا وانا بالله. اسفه جدا ان انا لو ضايقتك. عن اذنكم. شايفه البنت قالت ايه؟ هي فعلا عندها حق، وهي فعلا بنت اصول. لان لما تكون عايزه تجوزها لابنك وانا موجوده فده حرام. ده انا بنت. بس ما تكمليش، تعالي معايا. مش عارف ام دي عايزه مني ايه، والله العظيم ما عارف. ايه يما؟ خد مراتك. اخد مراتي اوديها فين يما؟ خلاص بص خلاص ايه؟ الموضوع اتحل، مفيش داعي اللي انت بتعمله. ربنا يسعدكم يا مندو. ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ ربنا يسعدنا؟ من قلبك؟ من قلبي يا حبيبي، انا بتمنى لكم السعاده، ده انت خلاص يا ابني. ماما. بس قول لها تسمع كلامي،
تعرف امك دماغها ناشفه شويه ولها شويه تعليقات كده لازم اسمع تتنفس. كلام امي وعدي الدنيا خلاص عشان نعرف نعيش. هتسمعي كلامي وما ترديش عليا؟ انا بتضايق اول ما اتكلم وواحده ترد عليا. احب كلمه حاضر ونعم، كلمه حاضر يا ونعم. امه هي بنت تريح. اصول وهتعاملك زي ما هي بتعامل امها، وده كان كلامها في الخطوبه. حتى لو عليت صوتي عليكي، انت عارفه انا عندي الضغط والسكر فبتنرفز يعني. خلاص دي بتتنرفز بتنفخ يا استنى بس انت يا لا أمه. لا والله طب استنى ما هتكلم انا. بص يا بنت الحلال، عندك اي مانع انك تعامل امي زي ما انت بتعامل امك؟ واكيد ده اللي كنت هعمله. شفت بس يا امه بنت الموقف اللي اصول؟ حصل بنت اصول. انا فهمتك غلط خالص والله. انا قلت ده انت ايه هترد عليا الكلمه بكلمتها. روعه كانت كويسه وحاضر وطيب. انا عايزه كده بس. بالظبط كده. وان شاء الله مفيش شيطان هيخش بينا، خلاص. هنعيش حياه جميله جدا. وانا هسيب له كل مكان اسبوع. ايوه كده يا امه، ايوه كده. عيش حياتك دنيتك. يلا يا امه بقى اتفضلي اطلعي بره بقى. سكتي غير سكتي. اتفضلي يا امه اطلعي بره بقى يا امه. ايه رايكم في اللي حصل ده؟ يا اختي امه واقفاله على الواحده ولازم يتجوز اللي هي عايزاه. وعايز اقول له برضه يا جماعه لكل بنت، لو حصل معاك الموقف ده هل هتسامحي حماتك وتعملها زي ما انت بتعامل امك ولا لا؟ مستني رايكم في لو الكومنتات. بتحبيه سايسي حماتك معلش. والستات الكبيره لها ايه دماغها بتبقى ناشفه شويه، بس ناس كويسه في الاول والاخر يعني.